أبي الله يساعدهم. شلونكم؟ اخباركم؟ اموركم؟ شفتوا الستايل مالتي؟ اغلب الاسئله بخصوص الجو الحار وش نسوي وشنو وضعيته وانت شو مسوي، ايش عايف للطيور ما عايف. انا تقصدت اصور هيك وقت، هسه الساعه تقريبا 11 ونص. تمام. شوف الطيور طبيعيه وضعيتهن زين. خلي نيجي من الجهه الثانيه. طيور وضعيتهن طبيعيه وماكو اي اشكال. عدهن شمس توصلهن. ها شوف الشمس فوق هاي مباشره. زين هاي الشمس. تمام. هاي الطيور تجيهن شمس. اخوان انا دائما انصح بالظل، ما لكم علاقه. هذا شجر ناصي، هذا شجر ناصي، هذا ما يسوي ظل. انا الظل مالتهن هسه حاليا عندي شنو؟ النخله الظل مالتهن حتى اسوي لهن ظل. يا الله ما شاء الله، كنت ازاوج ما شاء الله. زين. النخله صايره الظل مالت يا الله يا الله يا الله. شوف التزاوج اخوان. يا الله خير ان شاء الله، خير يا الله، خير ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير وبركه ان شاء الله. صل على محمد وآل محمد اخوان. صل على محمد وآل محمد. على كل حال نرجع، فشوفوا هاي شمس موجودة طبيعي يعني اخوان، طبيعي الطيور طبيعية وحركتهم طبيعية. تمام. انت بس وفر لهم ظل، وفر لطيورك ظل، ان شاء الله طيورك كل شو ما عليهن. زين. الماء عنده حديقة مثلا يخلي هذا الزراعي، الشادر الزراعي زين احلى ظل. تمام. كبر قفصك الهن ورتب وضعيتك. انت ما طول جنيت ما طول هويت، رتب وضعيتك لطيورك. اعرف طيورك شنو تحتاج من ظل، شنو تحتاج من اكل سبح او فد شيء. تمام اخواني. ووفر الهنيه راح تعيشن عندك شيء طبيعي. انت تتونس اخوان. انت اجنيه تكرم هاي الحيوانات، هاي الطيور اجنيها لا تتقيد بها، اجنيها للتنفيه عن نفسك، عن نفسك وعن عائلتك. نريد نحكيها هيك زين. اجنيهن للتنفيه عن نفسك وعن عائلتك، لا تتقيد بيهن يعني لدرجه التعصب. ها ليش ما بزرهن، ها ليش ما صارت عندي انتاج. خليه طبيعي. انا صار لي فتره طويله يعني من بعت الطيور لحد الان يعني انا ما عندي انتاج. عادي، شيء طبيعي اخوان، شيء طبيعي. شنو يعني؟ زين. شيء طبيعي. ما طول تعرف طيورك شنو، فشيء طبيعي. شيء يعني الظل اهم شيء بالصيف. الله وكيلكم لا مخلي مبرده ولا مخلي شيء يعني وسائل تبريد، ما مخلي لهن على الجو الطبيعي. على الجو الطبيعي اذا خليت لهن مبرده اخوان، تخلي لهن مبرده مثلا بالنهار والعصر تطفيها او الصبح انت مطفيها، وتخلي لهن بس الظهر مبرده اخوان، الطيور راح تتمرض. اول شيء راح تخمل، راح تجيهن تيارات بروده. زين. راح تخمل طيورك، راح تتمرض. بهيك حال انت راح تخسرهن. ليش؟ اتركهن اسوي لهن بظل فوق القفص اللي عندك، اسوي لهم ظل وانهي هذا الامر كله انهيه. تمام اخواني. هذا الامر لا تفكرون به، لا تسوون الامور صعبه عليكم. هسه انا قلت لكم هذا الظل عندي، هذا خو نخله ما مخلي لهن هذا الظل الزراعي، نخله وشيء طبيعي يعني. زين. شيء طبيعي وتوصلهن شمس اصلا. فوق القفص مالتهن اكو شمس. تمام. ويدخل عليهن شمس، اشعه الشمس تدخل لهن خوش. لكن من بعد الظهر انا عندي من بعد الظهر تقريبا من بعد الساعه بالوحده، من بعد الساعه 2 ماكو شمس اصلا هنا. أنا ماكو شمس، يصير كله في بسبب بيت جيراني الله يعمره ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. زين. بسبب بيت جيراني راح يصير عندي ظل، الشمس راح تندار هيك من هاي الصفحه. تمام اخواني. فالشيء طبيعي اخواني، لا تقيد نفسك حبيبي، وان شاء الله الامور طبيعيه. وان شاء الله اخواني اليوم انتظرونا بالبث الساعه ب5:30 العصر ان شاء الله ابث. وش عندكم سؤال سألوني اياه، واني خادم لكم وممنون ومع السلامه.